السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسوأ نسخة شفتها في حياتي في كأس العالم. من يوم ما اتولدت وأنا شفت فعاليات وشفت دول بتستضيف كأس العالم، عمري ما شفت أسوأ من كأس العالم ده. بسبب الافتتاح ده عرفت عظمة الدول العربية وعظمة مصر وعظمة أي دولة عربية لما بيكون عندها حدث كبير بتعمل ايه. انا مش عارف الدول الاوروبيه ولا امريكا ولا اي دوله في العالم بتبقى ازاي شايفه العرب ان هم متخلفين او راجعين او ايا كان هم شايفينهم ازاي بالطريقه اللي مش حلوه اللي هم شايفينها بيها. ولما بيجي لنا الفرصه ان احنا نقدم حاجه توري للعالم احنا ايه، بنديهم احسن حاجه وافضل حاجه عندنا. يعني انتوا عايزين تقولوا لي كاس العالم ده لو في مصر هيبقى ده الافتتاح بتاعه؟ انتوا بالعقل يا جدع. ده احنا اقول لك ايه، ده احنا لما بنعمل حفله عند الاهرامات اقسم بالله بتبقى احلى من كده. يعني حفله عاديه الناس دفع تيكت راح تتفرج على حفله بتبقى احلى من كده. افتتاح كاس عالم كده بقى قطر تخش التاريخ. ما انا ما شفتش بعد قطر والافتتاح اللي هي عاملاه تخش التاريخ. وانا بقول لكم ده لو كان الافتتاح ده في مصر او سابوا مصر هي اللي تنظمه كانت عملت لهم حاجه تليق بحدث كبير زي ده. العالم كله بيستناه كل 4 سنين. اقسم بالله حتى في الماتش حتى في المباراه ما فيش الحميه بتاعت كاس العالم. حتى فريق جنوب افريقيا، ما اعرفش جنوب افريقيا ده اقسم بالله انا ما اعرف بيلعب كوره ازاي. يعني انا حتى لما بلعب بلاي ستيشن، انا لو بلعب بيلي ببقى عندي حميه ان انا ما بحبش اخسر، ببقى متضايق ومتعصب مش عايز اخسر. تحس لعيبه جنوب افريقيا لا فرق معاهم يخش فيهم جون ولا فرق، عادي يطرد منهم واحد عادي، اتنين مش مهم. ايه يا عم ده كان منتخب النيجيريا لو كان دخل مكانهم ورب الكعبه ما كنا شفنا الكلام ده. قصدنا وحش ان احنا ما جيناش اقسم بالله في الافتتاح. انه شافوا المنتخب المصري والروح يعني في روح. ما اعرفش المنتخب الجنوب افريقي ماله بيتدلع، عامل عارفين عامل زي ايه، زي اللقطه بتاعت عادل امام بيقولوا انت العريس، عامل له كده. اقسم بالله ما فيش ايه فكره ان منتخب جنوب افريقيا ده مايع قوي كده. حتى الاحتفال وحش وبوظ علينا مباراه الافتتاح بسبب ان هو ني فريق ني ما عندوش. يعني انا اشوف بقى فريق يجري ويجيب الكوره ومش عارف ايه ويزعل ويزعق واللعيبه تزعق مع بعض. يا عم احس ان انت خايف انك تخسر ده مش فرق، ده طالع يتفسح. اقسم بالله فريق غريب جدا. واللي يقول لك اصل ده حر ايه يا ابو حر ايه، ده بيلعبوا الاهلي الساعه 3 العصر في عز درجه الحراره تكون 45. فانا مش فاهم، لا المباراه بتاعت الافتتاح حلوه ولا جميله ولا حمستني ولا الافتتاح ولا الاجواء ولا الحفله كانت مميزه. يمكن الحاجه الايجابيه اللي شفتها، انا بتابع شخص سعودي كده جزاه الله خير بيجيب الاجواء وهو في البلد وبيلف وبتاع، اداني فكره عن الشعب المكسيكي انه شعب حلو شعب جميل. يعني انا كنت متخيل ان هو عصابات وبقى وافلام لقيته شعب واقسم بالله فيه شبه مننا. يعني احنا كعرب تحس ان هو شعب كده حلو، يعني شعب جميل. الحاجه الوحيده اللي ممكن تكون ملموسه ان انا خدت فكره عن دوله انا واخد عنها فكره ان هي بتاعت عصابات، لقيتها دوله حلوه وجميله. المهم فضلت مستني المباراه الثانيه بتاعت التشيك وكوريا الجنوبيه، والحمد لله ان انا استنيت. حسستني ان في والله كوره وفي الواحد ينفع يتفرج وده كاس عالم والدنيا ماشيه فعلا. دي الكوره يعني الحمد لله. حسيت في كاس عالم. ماتش راح والماتش جه والتشيك. وبصراحه احيي الحكم. بص يا جماعه المصريين، بص حلاوه المصريين في اي حته. الحكم المصري امين عمر واقسم بالله شرفنا، هم والاثنين مساعدين بتوعه. الاوفسايد ظابطينه، هدف ملغي الفريق التشيك كان مهم جدا نقطه التحول في الماتش، لان بعد كده كوريا راحت جاب الجون الفوز اللي هو 2-1. عملوا مباراه عالميه، مباراه كانت حلوه وحماسيه. يعني حتى كل اجواءها حلوه، اللي واقف على الخط متنرفز واللي واقف على الخط عايز الفرقه دي تكسب. حسيت بجو كاس عالم. يعني الحمد لله انا سهرت وقعدت اتفرج على المباراه ديت، لان فعلا هي دي اللي دخلتني في اجواء كاس العالم. اتمنى ان المباريات اللي بعد كده تكون فيها بقى ايه روح وحماس وبتاع، تعوضنا عن التنظيم الفاشل واللي بيحصل والناس اللي مش عارفه تخش دول والحكام اللي بترجع من المباريات وقصه كده بتحصل مش لطيفه. نفسي اشوف المنتخب الالماني وهو شايف اللي بيحصل بقى من امريكا واللي بيرجع واللي بيروح يحط ايده بقى على بقه ويقول لك اصل احنا مش عارفين نتكلم، اصل فصل واصل مصر، ويعمل الحركه اللي عملها في قطر. هناك يا بابا انت تتكلم هيتقطع لسانك. انتوا كده تيجوا عند العرب ايه وتعملوا تهوهوا وتقعدوا ايه هيكي بيكي شكي بيكي، وتيجوا عند امريكا امكم وحبيبتكم واللي بتديكوا على دماغكم دي بلد الحريات، دي بلد العدل، دي بلد الجمال والطيبه. فانا اقسم بالله لا شفت ولا هشوف زي اللي حصل في قطر، وانا هعيدها مليون 100 مره اقسم. طب انا اقول لكم على حاجه، اي دوله تونس، في السعوديه، الاردن، اي دوله انا ممكن اقولها، مصر، اي دوله ممكن اقولها لو كانت نظمت كاس العالم دي ورب الكعبه كانوا هيشوفوا اعظم واحلى كاس عالم. اللي شفته ده مش كاس عالم، دي دوره رمضانيه يا عم الحاج، وجايبين سماعتين دي جي وهوب بيكا شكه تكه وحلو كده وعلى الله حكايته. المشكله ان مصر مشاركه في كاس العالم. اتمنى ان تبتدي الدنيا تمشي. اتمنى مصر يا رب يا رب، وكل دوله عربيه بتشارك، السعوديه، الاردن، تونس، المغرب، الجزائر، اي دوله عربيه بتشارك في الحدث ده اتمنى ان هي تصعد وتروح لابعد دور، ويا رب واحده فيهم تاخد كاس العالم. واتمنى ان احنا يكون لنا ظهور مشرف في كاس العالم. انا بالنسبه لي كاس العالم ابتدى لما شفت ماتش كوريا والتشيك، ابتديت احس
ان فعلا كاس العالم ابتدى وفي ند وفي فرق قويه. اتمنى ان احنا نشوف حاجه كويسه، لان الحدث زي ما انا قلت بنستناه كل 4 سنين، والناس تستمتع بكره القدم، تقرب الشعوب من بعضها وبتخليهم يعيشوا الترفيه اللي هم بيحبوه. الناس عشاق كره القدم بيستنوا الحاجه دي بفارغ الصبر، لانها بتوفر عليهم ضغوط الحياه وبتعيشهم في اجواء حلوه هم بيحبوها. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.